السلام عليكم، أنا أحمد من فون في اليوم، ودي رأيي وانطباعي عن هاتف أوبو F1S. الفيديو ده مش مراجعة، مجرد أفكاري وانطباعي ممكن تساعدك وأنت بتشتري. ولو عاوز مراجعة كاملة هسيب لك لينكس في الديسكربشن للمراجعة الحلوة. سلسلة الإف من أوبو هي سلسلة موجهة أكتر للكاميرا ومحبين الكاميرا، وبالذات السيلفي، لأنها أصلا بيروج ليها كسيلفي إكسبرت. من كام يوم أعلنت شركة أوبو في مصر عن الأوبو F1S من نوع IPS بدقة HD، عليه طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 4. دي معالج ميديا تك ام تي 6750، وده معالج 8 نواه كورتكس اي 53 بتردد 1.5 جيجا هرتز. بيفرق عن الهيليو بي 10 ان هو اقل في الترددات، وكمان الفابريكيشن سايت بتاعه 28 نانومتر مش 16 زي الهيليو بي 10. حسب اختبارات انتوتو فالجهاز بيجيب 41000 نقطة على انتوتو. البطارية 3000 ملي امبير، وبتجيب على اختبارات جيسم ارينا حوالي 75 ساعة، وده رقم كويس جدا. هيديك تقريبا سكرين اون تايم في اليوم حوالي من 5 ل 6 ساعات او 7 ساعات. لكن المشكلة ان البطارية بتشحن في وقت كبير، ومفيش اي تقنية لشحن سريع في الموبايل. الموبايل بيجي ب 3 جيجا رام و32 جيجا ذاكرة داخلية. اما الكاميرا الخلفية فهي 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة اف 2.2، ومزودة بفلاش من قطعة واحدة. حسب المراجعين فهي كويسة جدا في الضوء الكويس، وضعيفة أو مش قد كده في الضوء المتوسط. وكان في مشكلة ذكرتها جيسون مارينا، إن الإكسبوجر بتاع الكاميرا لما يكون في وضع الأوتو مش بيبقى مظبوط. يعني أنت لو خدت كذا صورة ورا بعض هتلاقي نتائج مختلفة، لأن الإكسبوجر بيبقى مختلف في كل مرة. الكاميرا الأمامية هي 16 ميجا بكسل بفتح العدسة اف 2.0. الكاميرا حسب المراجعين فهي تحسن عن الاف 1 بلس، لكنها مش قد التوقعات، وتفتقر لبعض المميزات اللي لازم تكون موجودة في كاميرات السيلفي، زي مثلا الأوتو فوكس اللي موجودة في موبايلات سوني اللي في نفس الفئة السعرية، وزي فلاش أمامي اللي موجود في أغلب موبايلات السيلفي. وبيعوض موضوع الفلاش ده إن الفلاش من الشاشة نفسها زي الأيفون، لكن الميزة دي مش عملية بالذات في موبايل موجه للسيلفي. الموبايل سعره في السوق المصري حوالي 4300 جنيه ل 4500 جنيه، وفي رأيي الشخصي السعر ده غالي جدا، ومحتاج ينزل لأقل من 3500 جنيه عشان يقدر ينافس بشكل كويس. لان في نفس الفئه السعريه هتلاقي معاه الجالاكسي جي 7 برايم، وده موبايل كويس جدا برضو تقريبا في نفس السعر. اعلى منه شويه ممكن تلاقي النوت 4 لسه بيتباع بسعر 4800 جنيه. في السوني اكسبيريا اكس اي واكس اي الترا في نفس السعر برضو. وبالنسبه للاداء في الشاومي مي ماكس ب 4000 جنيه، اداؤه اقوى بكتير. وحتى الكاميرا السيلفي او الكاميرا عموما هتلاقي الايسوس زينفون سيلفي ب 3000 جنيه، بيأدي اداء كويس جدا في السيلفي. بالتالي كل البدائل دي بتخلي وجود الاوبو اف 1 اس صعب جدا في الفئه السعريه دي. وبس ده كان رأيي وانطباعي عن اوبو اف 1 اس. لو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك للفيديو، تشير الفيديو، اشترك في القناة لو انت مش مشترك، تابعني على الاكونت الشخصي على تويتر @احمد مدحت جدو. ممكن تشوف الفيسبوك بتاعنا، هتلاقينا دايما بننزل عليه الاخبار ومقالات حلوة. وممكن تتابعنا برضو على الانستجرام، هتلاقي عليه انفوجرافيكس كويسة. سلام.